وجه جود بيلينغهام لاعب وسط ريال مدريد الإسباني إهانة مروعة إلى غرينوود لاعب ختافي خلال المباراة بين الفريقين. والتقى ريال مدريد وختافي مساء الخميس في منافسات الدوري الإسباني الليجا، وحقق النادي الملكي فوزا بهدفين نظيفين. وسبق أن اتهم غرينوود بمحاولة الاغتصاب والاعتداء والسلوك القسري في يناير 2028، ولكن تم إسقاط التهم في فبراير 2023 من قبل النيابة العامة. شهدت مباراة الخميس قيام بيلينغهام بتدخل قوي على غرينوود لاعب ختافي لإجباره على إخراج الكرة، وتم تداول مقطع فيديو لحديث بين الثنائي. قال الخبير وقارئ الشفاه جيريمي فريمان لصحيفة ديلي ميل البريطانية: بعد تحليل المقطع بعناية، أنا واثق بنسبة 97% من أن الكلمة المنطوقة هي مغتصب، خاصة عند النظر في السياق الذي تم استخدامه فيه. وأكمل: تشير الإشارات المرئية للشفاه إلى وجود أصوات R و P، ويبدو أن الكلمة تنتهي بشكل حاد. وأضاف فريمان: بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن المتحدث لديه لهجة برومي واضحة، وهو ما أخذته في الاعتبار في تفسيري. وأشار: نظرا لوضوح هذه العلامات البصرية وغياب أي تفسير بديل قابل للتطبيق، فأنا متأكد تماما من هذا الاستنتاج. وقرر ختافي اتخاذ إجراء، حيث طلب من حكم المباراة ريكاردو دي بورغوس تسجيل الإهانة المزعومة في تقرير المباراة. وقد يخضع بيلينغهام لإجراء تأديبي من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على الرغم من عدم وجود صوت قد يكون من الصعب إثبات ذلك. كما أبلغ ختافي ممثل الدوري الإسباني الموجود في ملعب كوليسيوم بالحادثة لتسجيل الإهانة المزعومة، على الرغم من أن النادي لم يتقدم بشكوى رسمية ضد بيلينغهام.